بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح. الحمد لله الذي أسرق في قلوب عباده في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين فنصتت جوارحهم لطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ثم اعلموا وفقكم الله أن الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب وقوم أشربت قلوبهم حب الدنيا فشغلوا عن التزود للآخرة باللذات والأخيار وعكفوا على طلبها وجمعها آناء النهار وقوم ملئت قلوبهم بالمعارف والأسرار وفتحت منهم البصائر والأبصار فسمعوا قوله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار الخير فتوجهت هممهم إلى إدامة الاستغفار وتسبيحه سبحانه وحمده بالعشي والإبكار ولازموا بيوت الله في أرضه لقوله في حديثه القدسي إن بيوتي المساجد وإن زواري فيها عمارها فتوبى لعبد تطهر في بيته ثم سارني في بيت من بيوتي فحق على المزور أن يكرم زائره رواه أبو نعيم نفعني الله بهدي كتابه المبين وبحديث نبيه الصادق الأمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا إله إلا هو لا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياه جل الله مولانا اختار نبينا محمدا واصطفاه ووفاه من حظوظ اختصاصه ما وفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه ما أقيمت الصلاة وقامت الأشياء بالله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تفوزوا بالمغفرة والرضوان واعلموا وفقكم الله أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فالصلاة أم الطاعات وسيد القربات لا تقبل قربة إلا بعد قبولها ولا ينظر للعبد في فريدة ولا نافلة إلا بعد تمامها بفصولها
فأعظم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه وناهيك بها من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها أعانكم الله في أزمانها المعينة وأوقاتها ووفوها حقها من الاعتدال والطمأنينة وصححوا عقدها بالإخلاص والخشوع والسكينة وفقنا الله وإياكم لطريقة المثلى وألهمنا جميعا لتدبر ما علينا من القرآن يدلى هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على أفضل الوراء فقد أمركم الله بذلك فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على النبي المجتبى والرسول المقتفى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين